السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم مع فيديو جديد. في الفيديو ده إن شاء الله هنتكلم عن الحر ومشاكل الحر والنفوذ اللي بيحصل أثناء الحر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم مع فيديو جديد. الحر ومشاكل الحر، وطبعا الأيام اللي جاية صعبة جدا لأن وارد جدا درجات الحرارة ترتفع وبتوصل لحد 48، ودي درجة حرارة عالية جدا. طبعا في ناس ما عندهاش خلايا وما عندهاش شفاطات، فان شاء الله هحاول افيدك بكم المعلومات اللي اقدر عليه في الفيديو ده علشان باذن الله توصل وتحقق مستوى كويس جدا باذن الله تعالى. وفي شويه تحذيرات برضو حابب اضيفهم في الفيديو ده. اولا طبعا عشان البرنامج اللي احنا ماشيين عليه النهارده، طبعا اليوم 31 من عمر الدوره. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. يا ريت اي حد موجود معانا في الفيديو يقول بسم الله ما شاء الله علشان ربنا يكرمنا جميعا باذن الله. طيب، مشاكل الحر والناس اللي عندهاش خلايا تبريد ازاي تتعامل مع الفراخ بتاعتها في الحر. اولا انا بفضل لك انك انت تجيب فيتامين سي. فيتامين سي كويس جدا في يعتبر مشاكل الحر، بيبرد جسم الفرخه، بيمد الفرخه بالطاقه، فبالتالي الفرخه مش هتنفع منها. طيب، الحاجات اللي تخاف منها علشان ما تديش فيتامين سي ان يكون عندك كوكسيديا او كنت بتعالج كوكسيديا او كوليستريديا. ليه؟ لان الفيتامين سي طبعا يعتبر بيعمل سيوله في الدم، وانت في الكوكسيديا طبعا بتحاول انك تجمد الدم او بتحاول انك انت ترمم الجروح اللي بتسببها الاميريا او بتسببها الكوكسيديا. فعلشان كده لو هتشتغل بمثلا فيتامين سي يا ريت ما يكونش عندك كوكسيديا او ما تكونش لسه معالج كوكسيديا من قريب. طيب، انت ممكن لو ما عندكش خلايا تبريد، يعني انا بكلم الناس اللي هي يعتبر اعداد صغيره، لو ما عندكش خلايا تبريد ممكن تعمل حاجه كويسه. يعني كنا بنعملها زمان في العنابر القديمه اللي هي الخيش، او تجيب قماشه وتبلها وتحطها يعتبر فوق عن الفراخ او من الجهه اللي داخل منها هواء الفراخ. طيب ده هتعمل ايه؟ دي هتساعد ان هي تقلل يعتبر الحراره شويه، فبالتالي احساس الفرخ بالحر هيقل. طيب، في حاجة ممكن تعملها، ما عندكش خلايا تبريد بس عندك مروحة، ممكن توجه المروحة على جسم الطائر علشان الهواء يشتغل عليه، فبالتالي انت يعتبر تتخلص من مشكلة ان الفرخ بيحبس او بيكون السخونية جامدة عليه، فبالتالي تحريك الهواء عليه طبعا ده بيساعده ان هو ما يحصلوش احتباس حراري. الحاجة اللي بعد كده انك انت ممكن ترفع عنها العلف، بس رفع العلف انا مش بفضله لو برضو كان عندك كوليستريديا او عندك اوكسيديا، لان هي بتنشط يعتبر البكتيريا في الامعاء. طيب، تشتغل بايه؟ افضل حاجة انك انت تشتغل مية بيضة وقت الحر، يعني ما تنزلش اي حاجة وما تنزلش فيتامين كاب برضو. هي مية بيضة كويسة جدا وقت الحر هتساعدك على ان الفرخ يعدي منك اليوم ده. طيب، الناس اللي عندها اوزان تقيلة، لو بتربي في عنبر او عندك المكان بتربي كتير تمام، وعندك يعتبر القدرة غير كافية على انك انت تطلع مثلا درجة حرارة 25 او 27 او 26 والكلام ده كله، انت ممكن تعمل حاجة كويسة. ايه هي؟ انك انت تخف العنبر بتاعك. لو العنبر فيه 1000، لا، طلع منهم مثلا 100 او طلع منهم 200 واستفاد بيعتبر بالنسبة اللي هتطلع دي، يعتبر هتهوي معاك العنبر، هتقلل معاك نسبة الرطوبة في المكان، فبالتالي هتساعدك انك انت تطلع يعتبر فرخة كويسة. كل دي عوامل تشتغل بيها. طيب، النقطة برضو اللي تخص خلايا التبريد يا جماعة، يا ريت ناخد بالنا كويس جدا في فكرة خلايا التبريد في أثناء الحر. طيب، في ناس بتشغل خلايا التبريد فبترفع الرطوبة. انت ممكن تعمل حاجة كويسة، ظبط انك انت الوقت اللي تشتغل فيه المية على الخلايا يكون قليل والمدة تطول. ليه؟ لأن الخلية أو الناس المربين عارفة الكلام ده، أول ما بتنزل عليها المية فبتسخن. طيب، امتى بتطلع معاك يعتبر هوا ساقع شوية؟ اول يعتبر بعد ما تفصل المية عنها بدقيقة او بدقيقة ونص تبدأ تلاقي ان الطبر بدأت ترطب معاك. فعلشان كده بقول لك انك انت تشغل المدة مثلا دقيقة وتوقف الخلية 10 دقايق. دي هتساعدك في ايه؟ هتساعدك انك انت يعتبر اقل نسبة شغل الخلية هيديك هوا كويس جدا. طيب، العمر المناسب او الوقت المناسب اللي تشغل فيه خلايا التبريد طبعا من الصبح علشان الخلية تكون لينة معاك، فبالتالي تمد معاك لاخر النهار. طيب، دي تركات كويسة جدا. في حاجة مهمة، لو انت عمر مثلا 25 27 28، حاول بعد ما الجو يرطب معاك او يطر معاك بالليل انك تعمل برنامج اظلام للكتاكيت لمدة ساعة. ليه؟ لان الكتكوت هيرتاح معاك. انت الكتكوت ده شغال لهس النهار كله، لهس لهس لهس،
فبالتالي هيحصل له التهابات. الالتهابات دي يعتبر هتدخلك في مشاكل هنا في غنى عنها. فبالتالي انت لما هتعمل برنامج اظلام بس تكون يا ريت الفرشه يعتبر ما تكونش لينه، تكون الفرشه ناشفه علشان الفرخه ما تنامش على الفرشه، فبالتالي يحصل لها التهاب رئوي، فبالتالي يحصل لها مشاكل. هنا برضو مش عايز المشاكل دي كلها، انا بكلمك انك انت علشان تطلع فرخه كويسه، فرخه سوبر. طيب ده بالنسبه يعتبر للحر. ربنا ان شاء الله باذن الله تعالى يكرمنا جميعا ويوفقنا باذن الله تعالى. بالليل ان شاء الله نحاول نشتغل برفع مناعه بعد مشط الحر. هي بكره ان شاء الله وبعده هي يعتبر اشد يومين في درجات الحراره. حبيت انوه عن المعلومه دي. طيب بالنسبه للبرنامج اللي احنا ماشيين عليه، طبعا علاج الكوليستريديا، وطبعا باذن الله تعالى نتائجها بتكون ملحوظه. طبعا بعد علاج الكوليستريديا لازم نشتغل مضاد سموم ملحوظه. الناس اللي ما عندهاش كوكسيديا او كوليستريديا يا ريت برضه نبعد عن مضاد السموم في وقت الحر، ويا ريت نخلي بالنا علشان الاي بي والجمبورو الاثنين يعتبر من اشرس الفيروسات اللي موجوده الايام دي. ربنا يكملها معانا ومعاكم على خير باذن الله تعالى، وربنا يكرمنا يعني ان شاء الله. الناس اللي بتسأل عن البورصه، البورصه مش وحشه، البورصه يعتبر الى حد ما كويسه. ربنا يكملها معانا ومعاكم على خير. بالنسبه للبرنامج اللي هنا ماشيين عليه، طبعا ان شاء الله فيتامين كاف بالليل على عمر 31 يوم، ده كويس جدا. وهنهتم بالخماير برضو شوية علشان يعتبر بكتيريا نافعة، فبالتالي بتساعدك على ان الفرخ يطلع كويس، وبالتالي بتشيل معاك اوزان. ده كان الفيديو بتاع اليوم 31. اتمنى يكون على اعجابكم ان شاء الله. لو هرد على سؤال من الاسئلة اللي جاتني في الفيديوهات اللي فاتت، زي ما حضراتكم عارفين ان انا برد على بعض الاسئلة. والسؤال كان بيقول افرش نشارة ولا افرش رملة افضل؟ لا، انا بفضل لك افضل حاجه في التربيه الارضيه بشكل عام النشاره بتعتبر بتساعدك على امتصاص الميه، بتساعدك على ان هي بتقلل الرطوبه. في ناس بتشتغل تحت النشاره دي تمام، بتشتغل بايه؟ بتشتغل بتحط جير، بس طبعا بتعمل طبقه عاليه جدا من النشاره، وبعد كده بتفرد الجير من تحت خالص، فبالتالي بيمتص معاها. بس انا مش بفضل لك انك تحط جير. لو هتشتغل نشاره اشتغل نشاره، هي يعتبر طبقة تكون كويسة بحيث ان هو الفرخ يكون معزول عن الخرسانة اللي بتكون موجودة تحت وبتستحمل معاك المية. لكن لو هتشتغل على رمل او هتشتغل على تبن والكلام ده كله مش يعتبر كويس لإلى حد ما زي النشارة. فافضل حاجة لو هتشتغل بيها هتكون معاك النشارة. ربنا يكرمنا جميعا بإذن الله تعالى. اتمنى اكون وضحت نقطة الحر. لو حد عنده اي سؤال يسيبه في كومنت. طبعا عرق سوس كويس برضو للناس اللي بتربي اعداد صغيره. العرق سوس مفيد جدا ويعتبر بيرطب على الفرخه. ربنا يكرمنا جميعا باذن الله ويعديها معانا ومعاكم على خير. لو حد عنده سؤال او استفسار سيبه في كومنت، وان شاء الله هحاول اجاوبك عليه، يا اما في فيديو يا اما احاول باذن الله ارد عليك في التعليقات. دمتم في رعايه الله وامنه. اللهم انصر اخواتنا في غزه باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.